ديفيد رجل مافيا قاسي القلب، بيأمر هالبنات ليشيلوا وجعهم بدون ما يعرفوا السبب. اتذكروا روبي كتير منيح لأنكم بعدين رح تشوفوها. بنعرف أكتر إنه ديفيد بيقابل 500 مرة كل شهر، لأنه في مرة بيدور عليها وحابب يلاقيها. بس هالشائعات مو كافية بالنسبة لإلنا، وبنفهم أكتر من مارك إنه في مرة موجودة في الصين عندها وحمة على جسمها قادرة إنها تساعده ليطلع السموم من جسمه، ولازم يلاقيها قبل نهاية السنة أو حياته رح تكون في خطر. في الجانب الثاني بنلاقي الممرضة ميا بتجهز حالها عشان ترجع للبيت، وبالصدفة بتمر من قدام ديفيد يلي بيكون بيتألم جوات السيارة. فبيكونها ممرضة بتسأله عن لو كان محتاج لعلاج، بس هو بيرفض مساعدتها وبيمسكها من ملابسها، وبالغلط بيشوف الوحمة على جسمها، وبيعرف إنه المرة يلي بدور عليها أخيراً صارت في إيده. فبتصفعه وبتهرب منه، بس بيلاقي ديفيد هوية بطاقتها يلي مكتوب فيها اسمها، وبيؤمر مساعده ليعرف كل معلومات حياتها الشخصية. لما بترجع للبيت بتسمع زوجة أبوها بتحكي مع مدير المشفى، وبتوافق تزوجه لميا رغم إنه هي رفضته من قبل. بتقول لها زوجة أبوها إنها قبلت المهر فلازم تتزوجه غصباً عن رأيها. بتقول لها مستحيل، ولو عرف أبوها بالتأكيد رح يوقف في صفها. بتقول لها زوجة أبوها مستحيل، في حين أختها روبي بتشفق على حظها لأنها رح تتزوج من واحد كل زوجاته توفوا، بالإضافة بطاقة شغلها بتكون معه في إيده. في المشهد الثاني بيكونوا عصابة ديفيد ومساعده وصلوا للمكان. بتحاول ميا تهرب بس بيوقفوها. اتضح إنه جابوا معهم كل الأشياء يلي غالية بخصوص هدايا الخطوبة، فبتفكر روبي إنه ديفيد حابب يتزوجها. ليش؟ لأنه أعجب فيها المرة السابقة. فبتفرح كتير هي وأمها، خصوصاً أمها اللي بتقول إنه أخيراً بنتها رح تصير من عيلة غنية. ومرة تانية روبي بتتمسخر على ميا لأنها رح تتزوج رجال عجوز عكسها يلي رح تتزوج من أوسم رجال وأغنى واحد في كل الصين. بتوضح لهم ميا إنها مو موافقة على الزواج، فبتسحبها روبي من شعرها وبتسألها عن كيف بتتجرأ ما تنفذ كلامهم. فبيدخل مين؟ ديفيد حبيب القلب، وبتتذكروا ميا، في حين روبي بتمسك له إيده بيقول لها إنه هي مو العروسة، وبيساعد ميا لتقوم من الأرض. روبي بتقول له إنه هي يلي راحت لبيته المرة السابقة ومو ميا يلي في الواقع بترفض إنها تتزوجه. بيقول لها منيح لكان رح يتركها تتزوج عجوز. فبتفكر منيح في شو رح يصير معها، لهيك بتوافق تروح مع ديفيد. كل إشي بيكون تمام بالنسبة لإله لأنه هو خلاص رح يقدر يطلع السموم من جسمه، بس حياة ميا رح تكون في خطر، وهالشي رح يسبب في وفاتها. بتجي لغرفته بيجبرها توقع اتفاقية الزواج. بتذكروا إنه هن ما بيعرفوا بعض منيح وما عندهم مشاعر تجاه بعض، فليش رح يتزوجوا؟ بيقول لها إنه زواجهم رح يكون لمدة 7 أيام وبعدين رح يتطلقوا ويعوضها ب100 مليون. بتسأله ليش؟ بيقول لها مو داعي تعرف، ومن الأحسن توقع مشان ما يسوي لها شي تندم عليه بعدين. وبتوافق ومباشرة بتوقع. فبيجيها اتصال من صديقتها بتذكرها إنه اليوم حفلة تخرجها وحضورها ضروري. بتوصل للجامعة متأخرة، بس المهم إنه في الوقت المناسب، وبتستلم شهادتها، لكن بيتم إحراجها عن طريق هالصورة يلي بينها وبين مديرها في المشفى، وأكيد يلي هو نفسه كان رح يتزوجها.
كل أصدقائها والموجودين بيضلوا يتمسخروا عليها لأنها طالبة بس رح تتزوج رجال أكبر من أبوها. وكل هالدراما سببها روبي، بتقول لها إنه هي بتكون أختها، بس يلي سوته مستحيل تضل تعتبرها أختها من اليوم ورايح. وبتأكد للكل إنه الصورة حقيقية. ومو بس هيك، الرجال عطى المهر لأمها، فلو ما كانت بتعرفه وسوت علاقة معه ما كان رح يجي للبيت ليطلب إيدها للزواج. المسكينة حرفياً ما بتكون بتعرف شو تسوي، وبتكون مرة حزينة. والموضوع بتوقفوا إنه هو بيخلص هون؟ لا أكيد، الموضوع بيكبر أكبر بكتير، لدرجة إنه رئيس الجامعة بيمنعها إنها تاخد شهادتها أو تتخرج من جامعته. لا، ومو بس هيك، بيقص الشهادة قدام عيونها وبيرميها على وشها وبيطردها من المسرح. فبيجي ديفيد، الكل بيفرح لأنه إجا في يومهم المميز هاد، لأنه هو مستثمر في الجامعة. بتقوله روبي إنه هنن كانوا بيهينوا ميا عن أفعالها، فبيرحب فيه الرئيس وبيوعدوا إنه ميا ما رح ترجع تفوت للجامعة لأنه رح يطردها بصفة نهائية بعد ما يعاقبها. بس صراحة يلي بيصير العكس تماماً، بيتم طرد الرئيس وبيحمل ميا وبيقول للكل إنه هو بيكون زوجها. لما بيرجعوا للبيت بيستقبلهم أخوه لديفيد، بيقول إنه هو جهز لهم هدايا مميزة كتير بخصوص زواجهم، والهدايا بكل بساطة عبارة عن ملابس بيلبسوها الأشخاص لما بيتوفوا وفي نفس مقاسهم تماماً. بيسأل ديفيد لو ميا بتعرف إنه في سموم في جسمه وما رح يقدر يضل عايش من هون لنهاية السنة، فبيضربوا وبيحضروا ما يمزح معهم مرة تانية. بتسأله ميا عن كلام أخوه ولو كان صحيح، بس هو بيقول لها مو داعي تطرح أسئلة كتيرة، وبيبدأ قلبه يوجعه لهيك وبيسوي له مارك إبرة في جسمه وبيقول له إنه قريباً رح يتعافى وتطلع كل السموم من جسمه بفضل ميا، يلي بتكون سمعت كل كلامهم وبتعرف إنه هو تزوجها عشان تساعده ليتعافى. اليوم يلي بعده بتشكره لأنه ساعدها البارح وبتعطيه الوشاح كهدية يلي سوته بإيدها، بس هو بيرفض ياخده لأنه رخيص، وهون بيشوف إيدها كلياته مجروح، لهيك بياخده وبيطلب منها تختار المكان يلي رح يسووا فيه حفلة زواجهم. اتذكروا كتير منيح هالصورة لأنه بعدين رح نشوفها، فبتحب هالمكان. المهم في الليل بيقول له مارك إنه هاد هو اليوم المنتظر، لازم يسوي علاقة مع ميا قبل ما تدخل السنة الجديدة، لكن هو لو تعافى هي رح تتوفى. لما بيرجع ديفيد للبيت ما بيلاقيها، بس بيقدر يعرف مكانها بكل سهولة. بيلاقيها في هالمكان يلي بيقولوا عنه إنه هو مكان مبارك بيحقق كل الأمنيات. بيضل يفكر شو يسوي وبيكون متردد يتقرب منها، بس هي يلي بتتقرب منه وبيصير يلي ما كانش متوقع، بس في الأخير بيروح. أما في الصبح بيسألوا مارك عن ليش ما سوى يلي حكاله إياه، والإبرة مو دايماً رح تقدر تساعده ليتغلب عن ألمه، لأنه في كل مرة هو بيتقرب من ميا السموم بتنتقل من جسمه لجسمها وبتصير ضعيفة. لما بيجي للبيت بيلاقي ميا بتضب أغراضها لا تطلع من البيت لأنه مر 7 أيام على زواجهم، والحين لازم يتطلقوا لأنه هو بيكرهها كتير. بيقول لها ممنوع تروح لمكان من دون إذنه، بس مع هيك بتكون مصرة وبتظهر شخصية جديدة. في المشهد الثاني بنلاقي أخ ديفيد بيشتكي لأمه عن شو سواله كرمال يدافع عن ميا، فبتجي لين لعندهم. بنفهم أكتر إنها كانت برات الصين وأم ديفيد بتحبها كتير. بتخبرها لين إنها رجعت للصين عشان تفاجئ ديفيد، بس ما كانت متوقعة إنها رح تلاقيه متزوج
من بنت فقيرة. بتقول لها إنه هنن كمان ما كانوا بيعرفوا بزواجه، بس من الواضح إنها قاوته لقدر يتزوجها. غير عن هيك هي بالتأكيد ما رح ترضى أي بنت لتكون زوجة ابنها من غيرها هي طبعاً. وحتى أخ ديفيد بيكون في صف أمه. في المسا بتعرف ميا من الخدامة إنه لين البنت يلي بتحب ديفيد رجعت للصين، فبتربط الموضوع ببعضه وبتظن إنه هاد هو السبب يلي بيتركه يكرهها كتير. فبيجيها اتصال منه بيطلب منها تروح لبيت عيلته وتعرفهم عنها. بتقوله إنه لازم يطلب من لين لتروح عوضها. بيقول لها إنه ما في علاقة بتربطهم ببعض، في حين هي بتكون زوجته. وبالفعل بتروح وبتلاقي لين كمان. بتسألها عن ليش اجت لحالها. بتقول لها إنه ديفيد مشغول. حماتها بتستقبل لين وبترحب فيها، في حين ميا ما بتعبر وجودها. والضيوف لما بيشوفوا لين بيسألوها عن إمتى رح يكون حفل زواجها هي وديفيد. بتخبرهم لين إنه ديفيد الحين صار متزوج، وبتعرفهم عن زوجته ميا. وهن كمان ما بيعبروها. تطلب منها حماتها لا تسكب الشاي لكل الموجودين، بس هالمرة بتقول لها إنه هي الأولى يلي لازم تشرب الشاي احتراما لأنهم كبار في السن. وبيسكب لها أخ ديفيد الشاي سخن على إيدها، ولما بتوقع من إيدها الكاسة بتهينها حماتها عن تصرفها لأنها أهانت العيلة بهالطريقة. فبتعتذر ميا وبيعيد يسكب لها الشاي السخن مثل الأول، بس هالمرة بتتحمل الألم رغم إنه كل إيدها انحرق. فشو بتسوي؟ حماتها للمرة الثانية بتطلب منها لا تركع للموجودين، بس مو على الأرض، لا 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 لا، على هالشي يلي بيكون فيه إبر بتوجع. بتقول لها حماتها إنه هاي هي تقاليد عيلتهم، وهيك بيرحبوا بالناس يلي بيفوتوا لعيلتهم، ويلي بيفشل في هالاختبار ما بيقبلوه أبداً. والموجودين بيأكدوا كل حرف حكته، وإنه هالاختبار بيأكد نسبة حبها لديفيد. اتخيلوا إنه حماتها بتقول للين إنها لو ركعت رح تقبلها لتصير زوجة ابنها. فبتتذكر ميا كيف ديفيد ساعدها مرات كتيرة، لهيك بتقرر تركع على الإبر رغم إنها رح تتألم ضعف ألم الشاي السخن. وأخ ديفيد بيتركها تتألم كتير، والمسكينة ما بتقدر تتحمل لدرجة إنها بتفقد الوعي. المفاجأة إنه ديفيد بيوصل للبيت وبيسألهم عن ميا. أمه بتسوي حالها إنها متفاجئة، بتقوله إنه هي ما إجت لتشوفها. ولين بتتقرب منه بس هو ما بيهتم فيها، وبيكونوا ربطوا ميا وخبوها تحت الطاولة يلي في كل مرة بيحاول يشوف شو تحتها بيوقفوه بحجة إنه صار الوقت لياكله. بس هو ما بيسمع كلامهم، وبيلاقي ميا يلي بتكون في وضع بيحزن كتير. بتقول أمه إنها ما كانت بتعرف إنه هي زوجته، فكرتها بنت شحادة، فبيشوف إيدها يلي كلياته مجروح. بتقوله كمان إنه هنن مو دخلهم لو كانت زوجته غبية ما بتعرف كيف تسكب الشاي السخن. فبيطلب من حراسه ليمسكوا أمه ويسكبوا على راسها الشاي مشان تحس بنفس شعور ميا. بيقول له أخوه إنه كيف بيأذي المرة يلي ربته بعد ما توفت أمه، بمعنى آخر هي بتكون زوجة أبوه. وبيشوف إجريها كمان يلي كلياتهم جروح، وبيعرف إنه أخوه متورط كمان في هالموضوع، وبيعاقبه عن فعلته وبيجبره يعتذر لميا. وهون لين بتعرف إنه ديفيد اتزوج ميا لإنها رح تساعده ليتعافى من السموم يلي بجسمه. ومباشرة بدون تفكير بتجي لعند مارك بيخبرها بكل الموضوع، وإنه ديفيد صار خايف إنه يخسر ميا رغم إنه هي البنت الوحيدة يلي رح تتركه يتعافى بشكل نهائي، بس بعدين رح تتوفى. بيعطي لها هالدواء يلي في كل مرة رح تاخده
ميا جسمها رح يصير ضعيف كتير، وكل السموم يلي بجسم ديفيد رح تنتقل لجسمها. في هالوقت بيكون ديفيد بيحط الدواء على إجرين ميا، بتقوله إنه ما كان لازم يتخانق مع عائلته كرمالها لأنهم قريباً رح يتطلقوا. فبيعرف إنه لين إجت للبيت لهيك بيروح لعندها، بتخبره إنها راحت لعند مارك وعطالها هالدواء ليعطيه لميا مشان ما يصير لها شيء، والسبب يلي تركها تروح لأنها كانت خايفة عليه. بيقول لها مو دخلها، وبيبدأ قلبه يوجعه. بتطلب منه يروح ويسوي علاقة مع ميا عشان يتعافى وما يضل يحس بهالألم، بس هو بيرفض. في الليل ديفيد بيفاجئ ميا بالألعاب النارية وبتنبسط كتير، بيسألها عن كيف رح تشكره. بيرجعوا للبيت وبيعطي لها الدواء مشان ما يصير لها شيء، لأنه اليوم رح يقضوا الليلة سوا. في هالوقت بتكون لين طلبت من حدا ليخطف مارك وتزيف وفاته، ورح تعرفوا أكتر ليش. بعدين بتتصل بديفيد، بس ميا بترد على المكالمة، لهيك بتغير محتوى كلامها 180 درجة، وبتسوي حالها إنها بتحكي مع ديفيد. بتسأله عن لو كان عطى لميا الدواء، لأنه هي أول ما تاخدها وتسوي معه علاقة رح تتوفى تماماً مثل ما بده ورح يتعافى. وكمان لقيت لها المكان يلي رح يدفنوها فيه، يلي هو في الأصل المكان يلي اختارته بنفسها، وكذب عليها ديفيد لما حكى لها إنه هداك المكان رح يسووا فيه حفل زواجهم. بتقول له مو داعي يضل يكذب عليها ويتظاهر إنه هو مهتم فيها. بعد كل هالكلام هي خلاص بتقتنع إنه كل حكي لين صحيح، وبتقرر تتقبل واقعها الحزين. بيطلع ديفيد من الحمام، بتحس إنه جسمها ضعيف فبيتقرب منها، بس للأسف بعدين بتفقد الوعي وبياخدها لعند مارك. بس بينصدم لما بيلاقي حدا غيره بيخبره إنه مارك توفى، فبيطلب من هداك الرجال ليساعد ميا وينقذها، ولكن للأسف ما بيقدر يسوي لها شيء لأنها خلاص توفت. فما بيقدر ديفيد يصدق كلامه وبينهار من الآخر. فالصبح بيعرف ديفيد إنه ميا كانت حامل ببنت. بتمر السنوات وبتمر الأيام، وبنكتشف إنه ميا لساتها عايشة وصار عندها بنت صغيرة اسمها لونا، وفي كتير أشياء تانية اتغيرت في حياتها. فبتسألها بنتها لونا عن وين أبوها، بتقول لها إنه هن ما رح يجتمعوا أبداً، وفجأة بيغمى عليها، فبيتم نقلها للمشفى، ولونا بتخاف كتير على أمها. بيطلب منها الطبيب لا تروح تطلب من أبوها المصاري، فبيكونها ما بتعرف مين بيكون أبوها وعمرها ما شافته. بترجع للبيت عشان تاخد مصاري أمها لا تدفع تكاليف المشفى، بس ما بيكون المبلغ كامل، وبالغلط بتشوف هالصورة، لهيك بتقرر تروح للمكان يلي موجود فيها. في هالوقت بيكون ديفيد إجا ليشوف ميا، وبيترك في المكان هالجاكيت لبنته الصغيرة يلي توفت في بطن ميا، لأنه هو خلاص بيعرف إنها كانت حامل، وبيترك كمان بعض المجوهرات كهدية لميا. المعجزة إنه لونا بتجي لهداك المكان يلي موجود في الصورة عشان تدور على أبوها ليعطي لها النصف الثاني لتكاليف ميا. أول ما بتفوت لجوا ديفيد بيروح، فبتشوف صورة أمها وبتلبس الجاكيت، ومو بس هيك بتاخد المجوهرات ومباشرة بترجع للمشفى، في حين إنه ديفيد بيعرف إنه السارق الحين موجود في المشفى، وبيقدر يمسك لونا، بياخد من إيدها المجوهرات. بيخبروا الطبيب إنه لونا كانت حابة تعطيله المجوهرات مقابل علاج أمها، فبيطلب من لونا لتشيل الجاكيت، بترفض
لأنه الجاكيت اشتراها إياه أبوها. بيقول لها إنه هي سراقة، وبسبب ديفيد بيتم طرد ميا من المشفى، أولاً لأنه لونا أهانته، وثانياً ما دفعوا تكاليف المشفى. بيصير المفروض يلي ما كانش لازم يصير. لين بتعرف إنه ميا لساتها عايشة وعندها بنت اسمها لونا، واثنيناتهم كانوا من قبل شوي في المشفى. بتعصب كتير. لونا ما بتستسلم وبترجع لنفس المكان مرة تانية، وبتعرف إنه الرجال يلي شافته في المشفى بيكون أبوها. بتكون رح تخبره باسم أمها، بس لين بتقاطع كلامها. بتقوله إنه ما لازم يترك هالبنت الكذابة تفوت لهون مرة تانية، وبتطلب منه ما يصدق كلامها، لأنه بالتأكيد كل هذا عشان المصاري. بتتجرأ وبتصفعها وبتطردها كمان. بتقول لها لو رجعت لهون مرة تانية رح تخلص على أمها. المشكلة ما بتوقف هون. لين بتعرف العنوان ووين بتعيش ميا، لهيك بتوظف هالأشخاص ليطردوها هي ولونا للشارع. وهاد يلي بيصير تماماً. بتضل لونا تلف في الشارع مع ميا، بس بيتعرضوا لحادث، وما رح تتوقعوا مين يلي جوات السيارة. طلع ديفيد. بتطلب منه لونا يساعد أمها، فبيطلع من السيارة، بس لين بتقوله إنهم لازم يروحوا مشان ما يتأخروا كتير. بالفعل هادي اللي بيكون رح يسويه، بس لونا بتركع وبتترجاه يعطيها المصاري لأنه أمها محتاجة كتير لتتعالج، ولأنه ديفيد غني بيعطي لها المصاري. فبتصحى ميا وبتحكي مع لونا، فبيسمع ديفيد كلامها، وأخيراً بيشوفها وبياخدها للمشفى، وبيعتذر من لونا لأنه هو ما صدقها. بعد كم ساعة بتصحى ميا بشكل رسمي، بس ما بتكون قادرة إنها تشوف. بيخبرهم الطبيب إنه هاد صار بسبب الغيبوبة، وبيطلب منها ترتاح. بيعرف ديفيد أكتر من الطبيب إنه جسم ميا من قبل 7 سنوات كان في خطر، فالحين ما رح تقدر تعيش لأكتر من شهر لو ما لقوا لها الدواء المناسب لعلاجها. بيجي ديفيد بيسمع ميا بتقول إنه هي ما رح تسامحه أبداً، فبينتحل شخصية الممرض عشان يقدر يضل يشوفها. بتشكره لأنه بيهتم فيها. في المساء بيجي لعند الشخص يلي عوض مارك، بيقول له إنه في طريقة واحدة لتقدر ميا تصير بخير، هي إنه يسوي مثل يلي سوته من قبل 3 سنوات، ولكن رح يتوفى. اليوم الثاني بتقرر ميا تطلع من المشفى، وبيودع لونا. المهم بيضلوا يدوروا على بيت للإيجار مشان يعيشوا فيه، بس يكون بثمن أرخص، وللأسف أرخص بيت بيكون ب1000 يوان. بالصدفة بتخبرهم هالمرة إنه في مسابقة للعيلة، والفائز رح يفوز بمبلغ 200,000 يوان. فبتفرح وبتقرر تشارك هي ولونا. في الجهة الثانية ديفيد بيعرف إنه وفاة مارك مسؤولة عنه. ليه؟ بتقوله إنه هي سوت كل هذا عشان يتعافى ويصير بخير لأنها بتحبه كتير. فبيطلب من حراسه ليتعاملوا معها، وبيعرف كمان إنه زوجته وبنته راحوا ليشاركوا في مسابقة. بيكون كل إشي تمام لحد ما بتسألهم مقدمة البرنامج عن أب العيلة وإنه ممنوع يشاركوا في المسابقة بدونه. فبيوصل ديفيد بيقول لميا إنه هو الممرض يلي اعتنى فيها في المشفى، وبده يشارك معهم في المسابقة ويساعدهم ليفوزوا. وبالفعل هاد يلي بيصير، وبفضل تدخل ديفيد بيقدروا إنهم يفوزوا. لما بيطلعوا بتشكروا ميا لأنه ساعدها، فبيجي اتصال من الرجال يلي عوض مارك بيذكروا بكلامه وإنه فرصته الوحيدة قريباً رح تخلص. المهم بيجوا ليعيشوا سوا في البيت لأنه خلاص صاروا متزوجين. وفي العشاء ديفيد بيحط الدواء في مشروبه وبيسوي علاقة مع ميا. في الصبح تتفاجأ ميا لأنها رجعت تشوف، في حين ديفيد بيعانق لونا وبيطلب منها تهتم بحالها وبأمها. فبتجي ميا وأول ما بتشوفه
وبتصفعه، بتقوله إنها مستحيل تسامحه وما رح ترجع تشوفه مرة تانية، وبتطلع من البيت. بس ديفيد بيبدأ يتألم ويتذكر كل ذكرياته مع ميا. اليوم التاني بتجي ميا لنفس المكان يلي كانت اجت له قبل 7 سنوات، وبتقرأ أمنيات ديفيد يلي كلياتها متعلقة فيها، وبيخبرها هداك الرجال بكل الحقيقة، وإنه ديفيد ما كان حابب يخسرها أو يستغلها، رغم إنه هو كان قادر يتعافى، وما كان بيعرف إنه الدواء هو مضر لجسمها، وبفضله الحين هي صارت تقدر تعيش للأبد. بس هو للأسف توفى. بتحزن كتير عليه لأنه خلاص الحين رح تضل عايشة هي ولونا لحالهم مثل قبل 7 سنوات. وبس هيك النهاية.